اهلا بيكم في اخر سيشن من كورس تصميم الجرافيك، واللي هنتعلم فيها مع بعض ازاي ان احنا نلاقي شغل بعد ما خلاص عرفنا ازاي ان احنا نعمل تصاميم باستخدام الادوات المختلفة، وكمان ازاي نستغل قوة الذكاء الاصطناعي في ان احنا نسهل الموضوع على نفسنا. وتعلمنا برضو ازاي ان احنا نطبق القواعد والاساسيات بتاعة التصميم بحيث ان احنا نطلع تصاميم احترافية على قد ما نقدر. ومش باقي بس غير ان احنا بقى نتعلم ازاي ان احنا نطور المهارات دي اكتر، ونبدأ ان احنا نلاقي شغل كويس في مجال الجرافيك ديزاين. ففي السيشن دي هنتعرف على شوية طرق هتسهل علينا الموضوع جدا، وهتخلي موضوع ان احنا نلاقي شغل ممكن جدا بالنسبة لنا لو عملنا بالخطوات اللي هنقول عليها في السيشن دي. في السيشن دي هنعرف مع بعض ازاي ان احنا يكون لينا فرصة قوية في ان احنا نلاقي شغل كويس بمهارة تصميم الجرافيك، وكمان هنعرف ازاي نطور من مهاراتنا اكتر، وازاي نسوق لنفسنا بشكل كويس، وايه هي مواقع العمل الحر، وايه هي متطلبات العمل في شركات مصممين جرافيكس، وازاي ان احنا بقى ايه الخطوات العملية او نصائح عملية نبدأ ننفذها بشكل عملي بحيث ان احنا نلاقي شغل فعلا. وأول سؤال معانا إزاي تلاقي فرصة شغل ليك كمصمم جرافيك؟ في البداية خلينا متفقين على إن سوق تصميم الجرافيك حاليا في منافسة، والمنافسة دي جاية من إن كتير بيسمعوا عن إن المجال فيه شغل كويس وكده، وفي ظل بقى الأزمات الاقتصادية وكل الكلام ده. فبالتالي ناس كتير بيبقى متوقعين إن هم مجرد مثلا ما يتعلموا فوتوشوب بس، ويبدأوا إن هم يعملوا مثلا أي تصاميم كده وخلاص، يعدلوا على الصور مثلا أو أي حاجة من دي، يبقى خلاص كده بقى الشغل هيجيلهم كتير جدا والدنيا تبقى كويسة معاهم. بس هما بيقصدوا بعكس كده تماما لما يبدأوا في الموضوع وفعلا يتعلموا البرنامج ومستواهم مبقاش متطور قوي، تمام، ويبدأوا بقى يدوروا على شغل وكده، فبيتصدموا بحاجة زي كده. فازاي انا كمصمم جرافيك بعد ما خلاص عرفت ايه القواعد اللي تميزني عن غيري، عرفت ازاي استخدم برامج التصميم، عرفت ادوات تسهل عليا الشغل كتير جدا غيري ما يعرفهاش، ازاي انا كشخص مميز بالحاجات اللي انا اعرفها دي اقدر ان انا فعلا استغل الحاجات دي واثقل المهارات اللي عندي دي والاقي شغل اكتر. هنا نحتاج ان احنا نعمل حاجتين. اول حاجة ان احنا نطور المهارات اللي عندنا، وتاني حاجة نبدأ نسوق بقى ليه المهارات اللي عندنا دي. نطور المهارات اللي عندنا ازاي؟ من خلال ان احنا نتقن القواعد بتاع التصميم. يعني القواعد اللي احنا بدأنا بيها الكورس ده حاجات واساسيات مهمة جدا جدا جدا. مهم ان احنا مفيش مشكلة نراجع السيشنز اللي هي بتاعت القواعد تاني، مهم ان احنا نحاول ان احنا نطبق القواعد دي مع نفسنا بشكل كويس في التصاميم، وهيساعدنا على ده ان احنا نعمل تغذية بصرية. واحنا اتفقنا في البداية يعني ايه تغذية بصرية، ان احنا بنشوف التصاميم والمصممين التانيين التزموا بالقواعد ازاي، وازاي عرفوا ان هم يعملوا تصاميم كويسة وقوية وفي نفس الوقت شكلها كويس جدا. ممكن نلاقي مصممين محترفين فعلا يعني ما عندهمش دراية قوي بالقواعد دي، بس هي القواعد دي احنا مش بنستخدمها علشان نطبقها بنسبة 100%، ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم بيها على قد ما نقدر بحيث نطلع التصميم بأحسن شكل ممكن، وكمان يكون احتراف أكتر. كل ما نتقن القواعد دي أكتر كل ما مهارتنا هتزيد أكتر، ونبين أكتر إن إحنا ناس لو مش مجرد حد كده إيه عارف شوية أدوات وخلاص بقى بيعمل أي حاجة في أي حاجة. لأ، أنا شخص عارف قواعد وبعرف أعمل تصميم بشكل معين، وبعمل تغذية بصرية بشكل مستمر، وعارف الدنيا ماشية إزاي، عارف دماغ المصممين المحترفين ماشية لفين، ومواكب التطورات اللي بتحصل. فبالتالي بعمل تصاميم قوية، والتصاميم القوية دي لو خليتها على الجهاز عندي وركنتها كده ملهاش لازمة. لازم ان انا بقى اجي ايه استخدم البورتفوليو اللي هو بيهانس اللي احنا اتعرفنا عليه في السيشن اللي فاتت. نجيب بقى كده التصاميم بتاعتنا ونعرضها على بيهانس، نبدأ ان احنا نعمل تصاميم. في البداية مش هتكون احسن حاجة فعلا، هيكون في يعني حاسين ان الدنيا مش احسن حاجة معانا، حاسين التصاميم ضعيفة، ولكن تقدروا تشوفوا مثلا مصممين على بيهانس نفسه، في ناس اصلا بتبدا التصميم بتاعتها مش بتكون قويه، بعد كده بيبداوا ان هم يطوروا من شغلهم واحده واحده، حتى اصلا هم بيوصلوا لمستوى من التطور
ان هما بيمسحوا الشغل بتاعهم اللي موجود اصلا، اللي هو القديم اللي بيبان انهم مبتدئين وكده. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا ناخد بالنا منها، فكرة ان احنا نكمل ونستمر بعد الكورس في ان احنا نعمل تغذية بصرية. ممكن بقى نحدد وقت يومي، ممكن اوقات في الاسبوع مثلا نلتزم بيها. ممكن لو احنا حابين نصارع على الموضوع اكتر، نشتغل على الموضوع ده كل يوم، نبدأ ان احنا نشوف نعمل تغذية بصرية، ونشوف مثلا تصاميم قوية شوية ونحاول نقلدها. كل الحاجات دي هتساعدنا بشكل كبير جدا في ان احنا نطور من مستوانا. طيب طورنا من مستوانا بقى، المفروض نعمل ايه؟ المفروض نبدأ نسوق لنفسنا. نبدأ نسوق لنفسنا ازاي؟ بان احنا نعرض شغلنا على بيهانس. زي ما قلت ان بيهانس مجتمع المصممين حرفيا، فممكن اصلا مصمم يبقى بيدور على حد تاني عايز يعمل له شغل، فيدخل على بيهانس مثلا يعجبه شغلك مثلا، فيبدأ ان هو يكلمك ويطلب منك شغل في حاجة زي كده. دي طريقة من اللي احنا نلاقي بيها شغل. الطريقة التانية هي طريقة ايه؟ عرض التصاميم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام، الحاجات دي يعني من اكتر الحاجات اللي بتجيب شغل حرفيا. كمان في حاجة مهمة جدا، او حاجة من اقوى الحاجات اللي ظهرت في موضوع الواحد يسوق لنفسه ويعرض شغله وكده، هي التصاميم. ان هو يعمل تصاميم ويصورها فيديو، سواء بقى هو بينفذ التصميم او حتى بيصور صور لشغله ويجمعهم في فيديو كده، ويبدأ يعرضهم كفيديو قصير يظهر في الريلز اللي معظم الناس بتشوفها حاليا. فده بيوصل لناس كتير، فبالتالي بيزود فرصة إن هو يلاقي شغل أكتر. ولو استمر على الموضوع ده بيقدر إن هو يوصل لناس أكتر، وبالتالي ناس تعرف إن الشخص ده عنده المهارة دي، فيبدأ إن هما يوصلوا له، يبدأ يجيله شغل فعلا والدنيا تمشي معاه. وكمان موضوع الجروبات بتاع الفيسبوك، هبعت لكم على الجروب لستة كده بالأهم الجروبات بتاعة التصميم، المهتم بالتصميم الجرافيك. نقدر ندخل في الجروبات دي، وأي حد يطلب مثلا مصمم وكده ممكن نتواصل معاه نعرض عليه شغلنا. ممكن مثلا في البداية نقول له نعمل لك نموذج مجاني. لو احنا ناس بادئين فعايزين نلاقي لنفسنا شغل، نجيب لنفسنا شغل، بحيث ان احنا ما يهمناش الفلوس دلوقتي، بس يهمنا ان احنا نتدرب فعلا ونلاقي تصاميم فعليا ننفذها، بحيث ان احنا ايه نطور مهاراتنا اكتر. طب فرضا ما لقيناش الحاجات دي، فنبدا ان احنا نجيب افكار من نفسنا، نشوف التانيين بيعملوا ايه ونبدا نقلد في البدايه، مفيش مشكله. وده يطور من مستوانا جدا بالمناسبه. طيب في حاجه تالتة بقى، وهي مواقع العمل الحر. مواقع العمل الحر دي يعني موقع بيجي بيشتغل دور الوسيط كده، بيجيب مثلا حد بيعرف يعمل المهاره دي وحد تاني عايز الحاجه دي. فالموقع ده بيعمل ايه؟ بيجمع الاتنين، العميل والشخص اللي بيعرف يعمل المهارة دي. فأنا كشخص عنده مهارة ببدأ إن أنا أسجل على الموقع ده وأعرض الحاجة اللي تثبت فعلا إن أنا عندي المهارة دي. ببدأ أعرض شغلي، ببدأ أكتب بورتفوليو أو بكتب سيرة ذاتية كويسة على الموقع، بكتب مثلا وصف كويس، بحط الحاجات اللي أنا بعرف أعملها على الموقع. تمام. بعد كده بقى الناس بتبدأ تدور، ببدأ إن أنا أقدم على المشاريع اللي هما بينزلوها دي. وانا بقدم على المشاريع ابدا ان انا اعرض شغل برضه، وانا بقدم مع العرض اللي انا بكتبه ابدا ان انا ايه اعرض شغل. فبالتالي الشخص اللي عامل المشروع ده بيبدا يشوف الناس اللي مقدمين ويختار الشخص المناسب ان هو يعمل له التصميم مثلا في الشغلانه المعينه. فهنا احنا لقينا شغل برضه بشكل كويس نقدر ان احنا نعتمد عليه. ومن المواقع دي اللي احنا هنعتمد عليها النهارده او هنشرح عليها النهارده ازاي نسجل فيه كده ونبدا، هو موقع مستقل. موقع مستقل ده موقع عربي، تمام، مختص بالعمل الحر او الفريلانس. فدلوقتي هنعرف ازاي ان احنا نسجل على الموقع، وازاي ان احنا نعمل اكونت، نبدأ ان احنا نقدم على شغل. مبدئيا كده هنكتب اسم الموقع ده مستقل، او في جوجل مستقل، تمام، اسم الموقع هيظهر لنا، هبعت لكم اللينك برضه. تمام. فهنبدأ ان احنا الموقع يفتح معانا بالشكل ده. فلو نزلنا شوية كده هنلاقي ان الموقع فيه انواع حاجات كتير جدا. تمام. احنا بنبدأ نسجل كأشخاص بيعرفوا ان هم ايه يعملوا حاجات معينة زي التصميم مثلا. فانا هاجي هنا اعمل حساب جديد، اضغط على كلمة حساب جديد دي، فيبدأ ان هو يفتح لي الويندو اللي احنا شايفينها دي. فنبدأ ايه نعمل حساب جديد على الموقع. ممكن بقى اسجل بالبيانات بتاعتي بالاسم والبريد الالكتروني
كلمة السر والحاجات دي. ممكن برضه أسجل باستخدام حساب جوجل، لو مثلا عايزين نسهل الموضوع بحساب جوجل نسجل عادي جدا. فبيبدأ إن هو يملى لي البيانات، وأبدأ إن أنا أضيف البيانات الناقصة. تمام، لما بسجل بجوجل فببدأ إن أنا برضه أقول له إن أنا قرأت وأوافق وأنا لست برنامج روبوت، وأضغط على كلمة تنزيل أو تسجيل، فبيبدأ إن هو يسجل معايا بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. بيجي يقول تسجيل الدخول، أقول تسجيل الدخول باستخدام جوجل، فبلاقيه يسجل معايا تسجيل دخول أو عمل معايا تسجيل دخول بالشكل ده. والأكونت ده بيكون بيتيح لنا أكتر من موقع تاني، لأن هو تبع شركة اسمها حاسوب. شركة حاسوب دي عندها موقع مستقل، موقع خمسات، مواقع تانية خاصة بالفريلانس أو بالشغل أونلاين عموما والكورسات والحاجات دي. اللي يهمنا النهاردة هو موقع مستقل هنتعلم ازاي نسجل عليه. فهنستنى كده الموقع يحمل معانا، وهنبدأ إن احنا نعمل خطوات اللي مطلوبة مننا على الموقع. هنبدأ نعمل اسم مستخدم. اسم المستخدم ده يعني هنعمل ايه؟ بنكتب مثلا حاجة تميز الاكونت بتاعنا، يعني مثلا حاجة زي الانستجرام كده يكون فيه اسم مستخدم وهكذا. فدي حاجة زيها كده، بنكتب مثلا أي حروف كده، مجموعة أرقام، تمام، لحد ما يبدأ يقول لنا إن هو اسم المستخدم ده. تماما، طبعا كتبت أي حاجة فتقدروا تخصصوا حسب المناسب وهكذا يعني. وبعد كده بنجي بقى على موضوع نوع الحساب ده، ونختار إن أنا شخص مستقل، إن أنا أشتغل على الموقع. ممكن أختار الاتنين، تمام. فأنا أختار إن أنا مستقل وأشتغل على الموقع وكده، وبضغط لقد قرأت الشروط وهكذا، وبضغط على كلمة التالي. فبيبدأ إن هو إيه، يفتح لي الحاجة التانية، إن أنا بقى إيه، أبدأ أختار التخصص وأختار الحاجة اللي أنا بعرف أعملها، بحيث إن أنا يكون ليها تصنيف معين على الموقع اللي هو أنا تابع إيه وكده. فأبدأ أختار التخصص اللي هو التصميم والفيديوهات والصوتيات وهكذا، وبختار مصمم جرافيك، تمام. وبكتب هنا نبذة تعريفية إن أنا بعرف أعمل تصاميم وكده، وليكن مصمم جرافيك. فبالتالي أنا بكتب نبذة تعريفية عني وعن الحاجات اللي بعرف أعملها، تمام. بحاول إن أنا أضيف تفاصيل على قد ما أقدر، وأبين للحد اللي هيدخل على الأكونت بتاعي ده إن أنا بعرف أعمل الحاجة دي من خلال الكلام، لأنه يقرأ الكلام ده، فأحاول بقدر الإمكان إن أنا أقنعه بالكلام المكتوب ده. وبعد كده ببدأ أختار المهارات، زي مثلا تصميم ملصقات، تمام، الفوتوشوب، ماشي، التصميم، تصميم إعلان، تصميم شعار، تصميم بطاقات تهنئة. كل حاجة ليها علاقة بالتصميم ببدأ إن أنا أختارها، تمام، بحيث إن أنا اللي يبحث يلاقيني على الموقع، اللي هو أنا شخص بعمل تصاميم، فيبدأ الموقع يظهر له أو يظهر للشخص اللي بيبحث اللي هو الأكونت بتاعي. بضغط على كلمة التالي، فبيبدأ إن هو يقول لي معرض الأعمال. ده نفس الموضوع بتاع بيهانس برضه، إن أنا ببدأ أعرض الشغل اللي عندي، تمام. فباجي هنا ببدأ إن أنا أظبط وأحمل الشغل اللي أنا نفذته. طبعا لو حد ملتزم معانا من أول الكورس فهيلاقي إن هو عنده فعلا تصميم يبدأ يعرضها هنا، حتى لو حاسس إن التصميم دي مش احترافية أوي. بس الفكرة إن هو يستمر ويعمل تصميم تانية، ومع الاستمرارية المستوى يتطور واحدة واحدة بالحاجات اللي أنا قلتها، زي نزود مهاراتنا وكده، هنلاقي الدنيا ظبطت. فبالتالي هيبدأ الدنيا تمشي، ونلاقي الناس بتطلب مننا شغل. فده كده معرض الأعمال، تمام. هنبدأ إن احنا نحمل هنا الشغل اللي احنا عملناه كده. لازم تلات حاجات من شغلنا. فبنكمل الحاجات دي بقى، ونبدأ نكمل مع الخطوات اللي مطلوبة لحد ما نبدأ فعلا يكون لنا اكونت على الموقع هنا. تعالوا دلوقتي نعرف ازاي بقى نستخدم الموقع. انا طبعا كان ممكن اعمل اكونت جديد وبنفس الاسم وكل حاجة. فهو الموقع حاليا عامل موضوع ان انت لازم تعرض شغلك
وكمان فكرة ايه اللي هو الحوار بتاع الاختبار والكلام ده، اللي هو حاجات بسيطة يعني عشان نعرف ان احنا نتقبل على الموقع، لان واضح ان هم يعني حدثوا السيستم بتاع الموقع كده ان هو بقى ما بقاش بيقبل الاشخاص اللي هم مش جادين في ان هم يشتغلوا، علشان الموقع يكون جودته اعلى وكده. فانا لو عملت اكونت تاني، انا كده كده اصلا عندي اكونت على الموقع، فلو عملت اكونت تاني ممكن الاكونت ده تحصل فيه مشاكل. فدلوقتي انا اول ما افتح الموقع بالشكل ده بيبدا ان هو يفتح لي واجهه الموقع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو جيت انا كده استخدم الموقع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هلاقي ايه؟ هلاقي دلوقتي عارض لي لوحه التحكم دي فيها كل البيانات بتاعه الحاجات اللي انا اشتغلتها دي، مش محتاجها دلوقتي، هنحتاجها بعدين. هنيجي بقى على حته ايه؟ تصفح المشاريع دي. تمام. من هنا، او خلينا الاول نشوف الاكونت بنبدا ازاي نظبطه. طبعا بعد ما نخلص التسجيل بيبدا ان هو يفتح لنا بالشكل ده الاكونت بتاعنا، بيظهر طبعا النبذه اللي احنا كاتبينها، وبيظهر التقييمات لو احنا عملنا شغل قبل كده بيبدا ان هو يظهر تقييمات، بيظهر طبعا الشغل اللي احنا نفذناه قبل كده، المشاريع اللي احنا مثلا قدمناها على الموقع، وهكذا. ولو عايزين نعمل اي تعديل على الملف الشخصي بنبدا ان احنا نعدل عليه من هنا، وبنبدا ان احنا نتعامل. تمام. فده كده موضوع التسجيل على الموقع. وكمان بعد التسجيل هتلاقوا حاجة اسمها توثيق الهوية، اللي هي العلامة الخضراء دي. هتلاقوا أصلا جايب لكم نوتيفيكيشن اللي هو لازم نعمل توثيق هوية وكده. فبنبدأ إن احنا نعمل الخطوات اللي مطلوبة، بنضيف البيانات بتاعتنا ويبدأ إن هو يعمل إيه؟ توثيق للهوية. فدلوقتي بقى تعالوا نعرف إزاي نبدأ نستخدم الموقع في إن احنا نقدم على شغل. بعد طبعا ما نخلص التسجيل، نحمل الشغل اللي احنا عملناه 3 أعمال على الأقل، ونبدأ إن احنا نكمل بياناتنا على الموقع، وإن شاء الله نتقبل في الموقع وكده. فبنلاقي إيه؟ الموضوع اشتغل معانا بالشكل ده. بنبدأ إن احنا نيجي على كلمة تصفح المشاريع، ونبدأ نشوف الشغل اللي احنا نقدر نشتغل عليه، زي مثلا موضوع تصميم لوجو ده، تصميم شعار. نبدأ إن احنا ندخل كده على الموقع أو المشروع ده. نبدأ إن احنا أول حاجة نقرأ الوصف بتاع المشروع كويس جدا علشان نعرف العميل ده طالب إيه، وإحنا فعلا نقدر ننفذ الموضوع ده ولا لأ. فهنا مثلا بيقول إنه عنده شعار عايز ينفذه كده، أو لوجو، وكاتب اسم الشركة. تمام. وعايز معاه هوية، اللي هو اللوجو ده الموقع إلكتروني، وهيطبع على أوراق وتيشيرتات وكده والسوشيال ميديا، ومدي هنا أمثلة تصاميم متشابهة. فاحنا بنبدأ نقرأ كل التفاصيل بتاعة المشروع اللي متقدم عندنا ده. دي الحاجة التانية بقى، بنبدأ ايه؟ نشوف التفاصيل بتاعة المشروع. يعني هو مثلا نشر المشروع ده من امتى، والميزانية اللي هو حاططها، مدة التنفيذ اللي مطلوبة ايه، بحيث ان احنا ما نزودش واحنا بنقدم عن مدة التنفيذ دي. متوسط العروض، يعني مثلا متوسط الناس اللي بتقدم على الشغلانة دي بتطلب عليها $65. فاحنا هنا بنيجي نعمل ايه؟ بنيجي كده ننزل. تمام. ونبدأ إن إحنا نحدد مدة التسليم دي. هو مثلا قايل 3 أيام، إحنا مثلا ممكن نحدد 3 أيام. قيمة العرض مثلا بما إن الناس مقدمين يعني متوسط $65، فإحنا مثلا ممكن نزود عنه شوية ونخليه 75 مثلا. تمام. فبنبدأ بعد كده إيه؟ ننزل تحت نكتب التفاصيل بتاعة العرض، إن إحنا نقدر إن إحنا ننفذ اللوجو ده ونشتغل عليه ونعمل كذا كذا. فبنبدأ إن إحنا نكتب كل الحاجات اللي إحنا نعرف نعملها. طبعا بنبص كده إيه على الناس اللي مقدمين تحت، نلاقي العروض اللي هم كاتبينها. تمام. بنبدأ إن إحنا نفكر بقى إزاي إن إحنا نكتب عروض، بحيث إن إحنا نخلي إن عامل المشروع ده يبدأ إن هو إيه يقبل العرض ده أو يقبل العرض بتاعنا. طب إيه أكتر حاجة بتشد الانتباه؟ إن إحنا نكتب عرض منظم، وكمان نكتب فيه التفاصيل بتاعة إن إحنا هننفذ الموضوع ده إزاي، بحيث اللي بيقرأ العرض ده يكون واثق إن إحنا هنقدر ننفذه. ويا حبذا بقى لو نيجي جايين هنا على أرفف ملفات دي، ونضيف ملفات للعرض بتاعنا كمان. دي حاجة هتبقى كويسة جدا، وهتخلي الشخص اللي إحنا بنقدم على المشروع اللي هو عرضه يبدأ إن هو يطلب شغل مننا.
فده كده موقع مستقل. ولما حد يطلب مننا شغل بقى هنلاقي هنا الشغل اللي هو طالبه هيجيلنا كده ايه على النوتيفيكيشنز هنا، ونضغط فهنلاقي الشغل والشات، ونبدأ ان احنا نتواصل معاه. بيبعت اول حاجة استفسار، وبعد كده بيبدأ ان هو ايه يعمل مشروع بيننا وبينه، ويبدأ ان هو ايه يشتغل، ويبدأ ان هو نشتغل مع بعض لحد ما نخلص المشروع ونسلمه له، كل حاجة تبقى تمام. طيب دلوقتي عايزين نعرف اللي هو العروض بتكون عاملة ازاي، بحيث ان احنا نكون عندنا يعني فاهمين الدنيا ماشية ازاي، وعارفين ازاي بنقدر ان احنا نكتب عرض وكده بشكل كويس. هنلاقي هنا مشروع انا كنت عملته قبل كده. هنلاقي الناس اللي مقدمين، بننزل كده بنلاقي كل الحاجات اللي مكتوبة بالتفصيل، فممكن نستفيد من الحاجات دي. تمام، زي ما انتم شايفين في ناس مقدمين اهو وكاتبين التفاصيل والبرامج اللي بيستخدموها. تمام، وكمان ضايفين نماذج شغل ليهم زي ما احنا شايفين، نماذج شغل هم عاملينها قبل كده. فبنقدر ان احنا ايه، طبعا زي ما انتم شايفين الشغل اللي هو معمول اللي هو حاجات بسيطة نقدر ننفذها طبعا، واحسن منها برضه. فاحنا بنبدأ ان احنا نعمل بنفس الحاجات دي. لو لاحظتوا الناس اللي كاتبين يعني ده مثلا كاتب عرض مفصل شوية ويعني عرض كويس، تمام، فبيبدأ اللي هو ايه نشوف بقى العرض ده مكتوب ازاي، طبعا ملفت للنظر ان انا اقرأ العرض ده. كمان يعني ضايف ملفات PDF نقدر نشوفها الشغل اللي هو عامله، ده ما شاء الله شغل كويس. فبنبدأ ان احنا ايه شايفين شخص عامل شغل متقدم بالشكل ده، وشخص تاني باين ان مستواه مش احسن حاجة. احنا بنحاول برضو نعمل ايه شغل يكون كويس علشان نعرف نعرضه على الناس اللي احنا بنقدم عليهم على شغل. فده كده موضوع موقع مستقل وازاي ان احنا نبدأ عليه. طيب سؤال بقى، هل هنا موقع مستقل يعني سهل بالسهولة اللي احنا شايفينها دي، وهو احسن حاجة كان ان احنا نركز عليه هو بس، ونبدأ ان احنا نلاقي شغل نفسنا؟ الإجابة بكل اختصار لا. زي ما انتوا شفتوا كده على الموقع يعني في منافسة كتير جدا، في كتير جدا بيقدموا على مشاريع، وفي ناس كتير جدا برضه بيطلبوا مشاريع، ولكن في ناس كتير جدا موجودين عليه. فهو فكرة ان احنا نتميز عليه ويجي لنا منه شغل كتير دي مش ممكنة أوي يعني. وفي نفس الوقت مش بيجي عليه شغل كتير وكده، فهو مش أنسب مكان نعتمد عليه لوحده. واحنا نعتمد فعلا ان احنا ندور على شغل عليه وعلى كل الوسائل المتاحة، ولكن مش هو الوحيد اللي نعتمد عليه ونحط كل اعتمادنا عليه. نبدأ نستغل قوة السوشيال ميديا زي ما قلت، ونقدم على مشاريع من اللي بيتم عرضها على الجروبات، ونبدأ نتواصل مع الناس برايفت كمان، ونعرض عليهم شغلنا، ونعرض عليهم عروض مثلا كويسة بسعر كويس وهكذا. بيبدأ اللي هو ايه نظبط الحتة دي، ونبدأ ان احنا فعلا نلاقي شغل كويس، وفي نفس الوقت نبدأ نفتح لنفسنا شغل. تمام، وبعد كده بقى دلوقتي نسأل سؤال، ايه هو المتطلبات علشان حد يشتغل كمصمم جرافيك في شركة؟ دلوقتي كواحد رايح يقدم على وظيفة مصمم جرافيك في شركة، فهو على حسب الشركة دي طالبة ايه بالظبط، او على حسب حجم الشركة دي. يعني مثلا لو مطبعة او حد مطبعة مثلا طالبين يشتغل معاهم مصمم جرافيك، في الحالة دي هم طبعا هيكونوا عايزين حد بيعرف يستخدم برامج زي فوتوشوب والستريتور. مش شرط ان هو يكون مستوى متقدم قوي، ممكن يكون شخص مبتدئ بس بيعرف يستخدم الادوات. فدي ممكن تكون حاجة مناسبة لنا كبداية، فنقدر ان احنا نقدم عليها. وطبعا هيكون معانا شوية شغل نعرضهم على الشخص اللي احنا بنقدم اللي بيعمل مثلا انترفيو او حاجة، يقدر ان احنا نعرض عليه شغلنا، فيبدأ ان هو يشوف الشغل ده وفعلا يقتنع. معاه مثلا CV نكتب فيه الخبرات بتاعتنا، نكتب فيه مثلا كلام يقنع اللي قدامنا بان احنا بنعرف نعمل المهارة دي وهكذا. ده موضوع التقديم على شغل. احنا بنحتاج CV وبورتفوليو. CV طبعا عارفين كلنا بنعمل CV ازاي، واكيد حضراتكم يعني
عندكم سي في وكده. وكمان اهم حاجه بقى، اهم من السي في، هي البورتفوليو. دي الحاجه اللي بتثبت ان احنا بنعرف نعمل الحاجه دي. عشان كده فكره ان احنا نعرض شغلنا مهمه جدا، سواء للتقديم على شغل في اي مكان، سواء في مطبعه او في شركه او ايا كان. فاحنا بنبدا بقى نلاقي بقى الشغل ده فين، او نبدا بقى الفرص بتاعه الشغل دي بتنزل فين. ممكن نلاقيها على جروبات الفيسبوك اللي هي موجود عليها، بينزل عليها شغل. ممكن ينزل عليها شغل فريلانس، يعني هو حد عايز حد تاني يعمله تصميم وياخد حسابه وخلاص على كده. وحد تاني مثلا عايز حد يشتغل معاه كمصمم جرافيك، تمام، ويبدأ اللي هو ايه، يبدأ ان هو يتواصل معاه. فبالتالي يعمل ايه، يبدأ يشتغلوا مع بعض وكده، ويكون في اتفاق على مرتب وهكذا، والدنيا تبدأ تمشي، وشغل اونلاين عن بعد بس بنظام الشغل في شركات. وناس كتير جدا بيمشوا بالموضوع ده. ممكن برضو ندور على لينكد ان، منصة كده الخاصة بالتوظيف، نقدر ان احنا نلاقي عليها فرص شغل زي دي. برضو نقدر ان احنا نقدم وندخل نتواصل مع الناس اللي عايزين ناس يشتغلوا في الموضوع ده. بس الحاجة المهمة هي فكرة ان احنا اولا نكون متميزين عن غيرنا باتقاننا للقواعد، وان احنا نكون مهتمين فعلا بتطوير مهاراتنا في المجال اكتر، وان احنا نبني على الاساسيات اللي احنا اتعلمناها. فبالتالي يكون دي نقطة قوة لينا عن اي حد تاني بيقدم. وكمان فكرة ان احنا بقى نعرض الحاجة دي نفسها، يعني نقدر ان احنا نسوق لنفسنا بشكل كويس. ان احنا عملنا مثلا تصميم، فنقدر ان احنا نعرضها بحيث نقنع اللي قدامنا ان التصميم ده، او ان احنا فعلا بنتقن المهارة دي. نيجي بعد كده بقى للخطوات العملية اللي هتفرق معانا جدا علشان نلاقي شغل بسرعة. الخطوات دي تبدأوا تطبقوها من بعد السيشن دي على طول، فهتسهل معاكم الموضوع جدا، وعن تجربة وعن تجارب كتير برضو. فدلوقتي ايه اللي احنا ممكن نعمله علشان نلاقي شغل بشكل اسرع؟ بجانب طبعا ان احنا نعرض شغلنا، ودي كلها حاجات اساسية، نعمل شغل وندرب نفسنا كده، دي برضو حاجات هتفيدنا جدا. اول حاجة ان احنا نعرض على ناس ان احنا نعمل لهم شغل بشكل مجاني. يعني مثلا هتروح لأي جمعية خيرية مثلا، وتعرض عليهم ان انت تتطوع معاهم كشخص، ان انت تنفذ لهم التصاميم دي، تعمل لهم مثلا التصاميم الخاصة اللي بتنزل على البيج عندهم مثلا، تتطوع معاهم وبشكل مجاني. ده هيفيدك جدا كمصمم انت تطور مهاراتك، وكمان هيفيدهم ان هم مستفيدين برضو بشكل ما. ويا سلام بقى لو جمعية مثلا او حد لسه جديد في المجال ده او في النشاط الخيري مثلا وما عندوش لوجو، فنبدأ ان احنا ننفذ له لوجو ونعرضه عليه. ده هيفيدنا جدا في حاجة زي كده. كمان برضو ممكن نتواصل مع حد مشهور مثلا ومش عنده مصمم، او ما عندوش تصاميم وهكذا بينزلها وكده، وما عندوش حد مثلا يعمل له التصاميم بتاعته، فنبدأ ان احنا مثلا نعمل تصاميم ونعرضها عليه كنوع مثلا من الجمهور بتاعه. مثلا حد عامل تصميم، فبيبدأ ان هو يعرض التصميم ده عنده، ويبدأ ان هو يقول ان الشخص الفلاني عمل التصميم ده، فيبدأ ان هو الناس تعرفنا، فيبدأ يجي لنا شغل اكتر. تمام. وده كله ليه الهدف منه ان احنا نزود خبرتنا في التصميم. طيب بعد كده بنروح مثلا شركة دعاية واعلان وتسويق او مطبعة وكده، ونعرض مع صاحب المكان ده ان احنا نتدرب معاه مثلا لشهر ولا حاجة، اللي هو انا اتدرب معاك لشهر بشكل مجاني، وكل اللي انا عايزه ان انا ازود خبرتي، بس ان هو يكون عندي خبرة، بس اللي هو انا عملت شغل فعلا وعرفت بقية الشغل ماشية ازاي. فده يفيدنا بشكل كبير جدا. وفي الغالب نسبة الرفض بتكون قليلة، اللي هو انا حد جاي اصلا عايز يشتغل ومش هياخد فلوس كبداية، بحيث ان هو يطور مهاراته اللي هو تدريبه كده. فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة له، فصعب ان هو يرفض. ونستغل فترة التدريب ده بقى في ان احنا الشغل اللي نعمله واننا نطور مهاراتنا، نبدأ نستغل الشغل ده ونعرضه بقى عندنا. فبالتالي الموضوع هيظبط معانا واحدة واحدة، هنلاقي الدنيا مشيت. كمان من الحاجات اللي نقدر نستخدمها ان احنا بعد بقى ما نوصل للوضع الكويس ده ويكون عندنا شغل فعلا،
نبدأ بقى نشوف مثلا البيجز، أو نبدأ نشوف الصفحات بتاعة المطاعم والكافيهات، ومثلا حد دكتور مثلا أو محامي أو أيا كان، حد موجود على السوشيال ميديا ولكن ما عندوش حد يعمله تصاميم، هو بينزل صور كده وخلاص، هو اللي ماسك صفحته بنفسه وبينزل أي صور كده وخلاص وأي حاجة ومشي حاله يعني. فاحنا نبدأ نعرض عليه ان مثلا هو لما يعمل تصاميم وكده الموضوع هيكون احسن معاه من ان هو ينزل صور بس. لو عايز يعمل اعلان معين مثلا، فيبدأ ان هو يعرض معاه تصميم احسن من ان هو ينزله كتابة بس وهكذا. فنبدأ نقنعه بشكل ما، ونبدأ برضه نوريله الشغل اللي احنا عملناه للناس قبل كده، وبالتالي يبدأ اللي هو ايه، يطلب مننا شغل. فدي كده شوية تريكات طبقوها، وكمان حاولوا تطبقوا كل الخطوات اللي قلت عليها في السيشن دي بعد ما تكونوا اتأكدتوا من انكم اكتسبتوا المهارات فعلا اللي احنا قدمناها في الكورس ده. وان شاء الله الموضوع يبقى كويس جدا ونلاقي شغل كويس، ونبدأ ان احنا نكمل في المجال ويكون عندنا خبرات كويسة فيه ان شاء الله. وطبعا بعد ما تطبقوا الحاجات دي ما تنسوش تشاركوا معانا على الجروب طبعا بتاع الكورس، هو موجود على طول. كل القصص بتاعتكم، حد مثلا لقى شغل يبدأ يعرفنا، ولاقي شغل عايز مساعدة مثلا مفيش أي مشكلة، يبدأ يشارك معانا الشغل اللي هو بينفذه. لو في تعديلات مثلا ولا أي حاجة نبدأ نتناقش مع بعض على الجروب، يكون زي كوميونيتي صغير كده بنشارك فيه التصميم بتاعتنا والتعديلات عليها والملاحظات وهكذا. وفي نفس الوقت إيه، دي حاجة كويسة جدا طبعا حد يكون عمل مثلا نجاح معين في المجال، حاجة كويسة جدا طبعا تساعدنا جدا. فما تنسوش تشاركوا معانا الحاجات دي. ولو حد عايز حاجة في أي وقت أو عايز يستفسر عن أي حاجة، أنا تحت أمركم في أي وقت. وكنت مبسوط معاكم جدا بالكورس، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بفايدة كبيرة.